السلام عليكم. حبيت أسوي لكم لوك ملجة أو خطوبة ناعم سمبل. فستانها كان بينك فاتح أو بطيخي فاتح، وحبيت أني أسوي ميك اب بنفس التدرجات هذه، وراويكم خطوات هذا الميك اب. طبعا غير المرطب في أشياء ثانية، بس يعني أكيد وقت التصوير ما بنلحق نحط كل الأشياء نفس ما نحط للعروس الفعلية. فحطيت لها مرطب وثبت حواجبها باستخدام جل الحواجب من نهى نبيل. بعدها حطيت هالكريم من كيكو كبرايمر لتخفيف مظهر المسامات وللتحكم بلمعان البشرة. طبعا كل وحدة وبشرتها، يعني الخطوات هذه مو لكل أنواع البشرة. المهم حطيت لها هني كونسيلر كبيس للآي شادو. ونفس ما أقول لكم دائما الكونسيلر مفروض ما يكون زيتي أو دهني وايد عشان ما يخطط معاك عقب. وطبطبت وبعدين بديت باستخدام الآي شادو من باليتة أنستازيا، هذه وايد أحبها، والشادو سهل في الدمج وألوانه حلوة، يعني الألوان واضحة حتى لو كانت الألوان فاتحة. فاستخدمت لها لون انتقالي وبعدين بديت أغمج بالتدريج باستخدام قلم الكونسيلر من درماكول. رفعت لها هذا الحاجب لأنه نازل شوية. دمجت اللون الذهبي مع البينك من نفس الباليتة مع فيكس بلس أهم شي كرك. وبعدين حطيت الشادو هذا اللي صار كأنه كريمي، خلنا نقول، حطيته على الجفن وثبت الجليتر دايركت على الآي شادو قبل ما ينشف. فتثبيت الجليتر يعني لها أكثر من طريقة. أنا هني سويت هذه الطريقة وثبت معي الجليتر وكل شيء تمام. حطيت لها جليتر ذهبي من إنجلوت، وبعدها رسمت العين من الطرف الخارجي باستخدام الجل آيلاينر الأسود من إنجلوت. وحسيت السحبة عليها أحلى فمديت شوي اللاينر وبعدين موهته عشان أخفف من حدته، لأنه يعني نفس ما قلت لكم فكرة الميك اب ناعم وكيوت كذي، وأغلب البنات صاروا يحبون الميك اب بدون آيلاينر أو يكون مسحوب بالشادو. فجبت فرشاة صغيرة فيها لون بني غامق كذي على أسود وموهت الطرف الخارجي من الآيلاينر. ثبت لها الرموش ورفعت الطرف الخارجي نفس ما تشوفون، وبعدين حطيت لها المسكرة هذه من نهى نبيل عشان طبعا أثبت رموشها، ألصق رموشها في الرموش الصناعية. بديت الحين في بارت الفاونديشن. طبعا أوردي حاطة مرطب من قبل فما يحتاج إني أحط مرة ثانية، والبشرة ترطبت خذت وقتها. وبعدين حطيت كوركتر من إنجلوت وبديت بالفاونديشن. الفاونديشن اللي حطيته من نارس، دمجت لونين. أطراف الوجه نفس ما تشوفون حطيت لون أغمج، ولأني برد أحط كونسيلر وبنور نص الوجه فمو بحابة أني أحط طبقات فوق بعض، يعني كل شيء ينحط في مكانه وخلاص. فصح إنه مثلا وايد خطوات وايد منتجات، لكن صدقوني في النهاية الفاونديشن يطلع خفيف وطبيعي. أنا هذه طريقتي، يعني لو حطيت وايد أشياء من كل شيء شوي وكل شيء له غرض. بعدين حطيت لها الفاونديشن على الجسم نفسه، هو الفاونديشن اللي استخدمته على الوجه، وحطيت كونسيلر وبرد أنور، ترى برد أفتح، بس هذا الكونسيلر يوحد لي اللون. وبعدين برد أفتح في مناطق التنوير وطبطب على الخفيف، لأني ما بحرك الفاونديشن بس أبا أدمجه ووزعه عدل. بسرع هذا البارت لأنكم أوريدي عارفين البروسيس. حطيت لها كونسيلر للتنوير بس مو للتغطية، فاهمين علي؟ يعني البرودكت الكريمي اللي تحطينه مو بشرط أو غلط كله يكون ثقيل أو كله يكون فول كفر فوقه فول كفر فوقه فول كفر، فهني بتحسين إن الفاونديشن صار كيكي وصار ثقيل على الوجه، وتحسين إنك يعني حاطة ماسك على وجهك. فبعد
ما نورت نفس ما تشوفون، يوم اندمج يدوب يعني عطاني تنوير خفيف. وبعدها بكمل بعدها بثبت بالبودرة بشكل خفيف بعد، يعني خلاص لأني أنا خلصت ميك اب فوق العين، فما يحتاج أكثر بودرة تحت العين، لأن أوردي خلاص ما بيتنثر شيء، ما بيتوسخ، فالأمور طيبة. هني أحط كمية قليلة بس لتثبيت المنتجات الكريمية اللي أوردي حطيتها. بعد هذه الخطوة تقدرين ترشين مثبت ميك اب، تقدرين ترشين فيكس سبراي على راحتك. وهني حطيت البلاشر والكونتور. تقدرين تحطين منتجات كريمية بس قبل ما تثبتين بالبودرة. بعدها حطيت الهايلايتر هذا من فنتي، هو صح انه وردي، يبين وايد وردي في الباليتة، لكن اذا حطيتي منه شيء خفيف لا يعطيك لمعة حلوة مو بلون مركز. فهمتوا؟ حواجبها ما شاء الله اوريدي حلوة، بس غمجتهم لاني اعرف انه في تصوير التلفون، خاصة في تصوير التلفون بيطلعون فاتحين وايد، فغمجتهم. ونفس الوقت عشان تعرفون الحواجب يعني مع الميك اب هي عليها فاونديشن، بودرة، كونسيلر، فلازم تردين تظللينهم شوية. حددت لها شفايفها باستخدام هذا المحدد اللي وايد أحبه من بورجوا، شي براون اسمه ما أدري. والروج طبعا كالعادة عدة ألوان، فما أقدر أقول لكم شو لون الروج. وتحت العين حطيت لها شي بسيط جدا، وحطيت كحل بيج على الطرف الخارجي بس ما صورت هذا البارت. وآخر شي حطيت لها كونتور الخشم وثبت الميك اب وحطيت جلوس فوق الروج. وهذا اللوك النهائي. أتمنى يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا من الفيديو. انتظر تعليقاتكم عشان أعرف إذا أنتوا تشوفون الفيديو تستفيدون منه ولا لا. يعني بدون التعليقات، بدون اللايكات، ما بعرف إذا فعلا في حد ياس يتابع ويستفيد ولا لا، عشان أستمر أنزل في اليوتيوب. وشكرا على المشاهدة، ونشوفكم في فيديو ثاني.